السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم سفه ديال الشعريه بطريقه كتجي لذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. مع واحد الاضافه كنضيفوها لها كتخلي السفه ديالنا تجينا بنينه بزاف، وكذلك ما كتجيناش معجنه. غادي نشارك معكم كل التفاصيل حتى بالنسبه للمبتدئات غادي تنجح لهم من اول تجربه، فخليكم على الفيديو، فرجه ممتعه. فبسم الله على بركه الله. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا عندي كيلو الا روب ديال السفه، يعني كيلو منقوصه منه رابعه. انا ما غاديش ندير هاد الكيلو كامل كيف ما قلت لكم، غادي نقص منه تقريبا رابعه. صافي كنديرو هكا في قصريه، وكنضيفوا ليه الزيت النباتيه الجاد اللي غادي تلبس لكم به السفه ديالكم. صافي وكنحاولوا نلبسوها مزيان بهذا الزيت كيف ما موضح لكم في الفيديو. كنبقاو هكا كنلبسوها حتى كتلبس لينا بهذا الزيت جيدا. صافي في هاد الاثناء كنكونوا دايرين البرمه ديالنا فيها الماء يغلى، وكنجيبوا الكسكاس ديالنا وكنوضعوا فيه هكا السفه ديالنا، كنوضعوها هكا كامله. وحاولوا تاخذوا السفه اللي تكون نوعيه جيده باش ما كتعجنش لكم وكتجيكم زوينه وناجحه. صافي من بعد ما درتها في الكسكاس كيف ما لاحظتوا معايا، من بعد ما غلى ليا الماء كنوضع الكسكاس ديالي فوق البرمه. صافي وغادي نغطي عليها هكا بشي بلاستيكه او هكا بالسلوفان، كنغطي عليها مزيان، وكندير عليها هكا شي فوطه اللي تكون نقيه باش دغيا كتفور لينا. صافي وكنخلوها حتى كتفور. من بعد ما فارت الفوره الاولى صافي كناخذو هكا شي كاسرونه ولا شي اناء كنوضعو فيه الكسكاس وكنسقيو السفه بداك الماء اللي طابت فيه، يعني اللي كان في البرمه كنسقوها كامله مزيان كيف ما موضح لكم. وكنحاولوا داك الماء اللي كيبقى لينا هكا في داك الاناء كنرجعوه للبرمه. صافي وهنا من بعد ما سقيتها غادي نديرها هكا في القصريه كيف ما موضح لكم، وغادي نحاول نفكها هكا بشي فورشيط او ملعقه غير بشويه بشويه حتى تفك لكم كامله. وحاولوا ما ديروش يديكم من الاول لانها كتكون مازال سخونه. صافي ملي كنفكها مزيان بالفورشيط كنجيب هكا الماء اللي عندي بارد من الصنبور، كنبقى كندير غير شويه في يديا كيف ما لاحظتوا، غير شويه ما تقووش الماء، غير كترشوا هكا بيديكم غير رشيشه خفيفه، وكتبقاو هكا كتفكوها بيديكم حتى لا تشكلوا هكا شي كرات فيها، كتحاولوا تفكوهم بهذاك الماء. صافي من بعد ما فكيتها كنضيف هنا الملح حسب الذوق، وكنزيد هكا شويه باش كذوب ليا ديك الملح، غير شويه ديال الماء باش كذوب ليا الملح كيف ما لاحظتوا معايا. صافي وكنبقى ندخل فيها هذا الملح مزيان. صافي من بعد ما كندخل فيها الملح مزيان كناخذوا الكسكاس وكنوضعوا فيه الشعريه، كنوضعوها كامله. غير تبعوا معايا المراحل كيف ما كنشاركهم معكم، راه غادي تنجح لكم من اول تجربه. صافي هنا من بعد ما داك الكميه كامله في الكسكاس كنغطيها هكا بالبلاستيكه وبشي منديل او فوطه، وكنوضع الكسكاس ديالي فوق البرمه يطيب المره الثانيه حتى كطلع فيه الفوره مزيان. وكنديروا ليه نفس العمليه درنا في الاول، داك الماء اللي كيكون في البرمه اللي كطيب فيه كنعاودو نسقيوها به وكنرجعوه للبرمه. صافي هنا غادي نوضعها هكا في القصريه، وكنضيفو في هذه المرحله السكر الخشن او السكر السنيده بالنسبه للكميه كتبقى على حسب الرغبه. انا هنا ضفت تقريبا 3 ديال المعالق كيف ما لاحظتوا معايا، وكتبقاو يعني كتذوقوا. بالنسبه للكميه ديال السكر راه كتبقى يعني على حساب كل واحد، كاين اللي كيبغي حلوه بزاف وكاين اللي كيبغي بين وبين، يعني كتضيفوا السكر وكتذوقوا حتى كتحصلوا على القوام المرغوب فيه. صافي وحنا كنضيفوا هكا رشيشه ديال الماء بارد غير باش كيذوب لينا السكر، وكنزيدوا هكا كنفكوها مزيان. وبالنسبه للماء ما تقووش يعني الماء بزاف باش ما كتعجنش لكم السفه ديالكم، غير رشيشه كيف ما موضح لكم هكا بين يديكم وكتفكوا السفه ديالكم. صافي في هذه المرحله كنضيف ملعقه كبيره ديال الزبده حيوانيه. بالنسبه للزبده الحيوانيه كتعطي واحد المذاق اللي رائع بزاف، وكتجينا السفه ديالنا بنينه وزوينه. الا ما كانت متوفره لكم ديروا الزبده ديال البوطه، غير هي من الاحسن زبده حيوانيه كتعطي فيها واحد المذاق اللي مغاير وزوين بزاف. صافي كنحاولوا ندخلوا في هذيك الزبده جيدا حتى كتذوب لينا. وبالنسبه للسر او الاضافه اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو اللي كتزيد بن السفه ديالنا، هي الساشيه ديال الحليب المجفف او الحليب بودره. كنستعملوا هذيك الساشيه الصغيره ديال 70، ولا كانت عندكم البوطه الكبيره او الساشيه الكبيره كديروا 3 المعالق كبار. بالنسبه للحليب المجفف كيعطينا واحد المذاق رائع للسفه ديالنا وكتجي بنينه وفيها واحد المذاق اللي زوين بزاف، غير جربوها وردوا عليا الخبر. صافي هنا كيف ما كتلاحظوا معايا في الكسكاس عندي واحد الكميه من الزبيب كنغسلوه مزيان وكنفرشوه هكا السفه من التحت. صافي وكنديروها هكا هي من الفوق. صافي من بعد ما كنوضع السفه كامله في الكسكاس كنغطي عليها بالبلاستيكه وبالمنديل،
وكنرجعها فوق البرمة طيب للمرة الأخيرة، هي التفويرة الثالثة. وفي هاد المرحلة كناخدو كاسرونة كنديرو فيها كمية من الزبيب وكنعمرو عليه هكا الماء وكنوضعو فوق النار حتى كيطيب، كيغلى مزيان وكيطيب لينا الزبيب. بالنسبة لهاد الزبيب يعني اختياري، أنا غادي نعسلو غنزوق به في الأخير، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش، لأننا ديجا درنا الزبيب مع السفة في الكسكاس. صافي هنا من بعد ما فارت التفويرة الأخيرة وطابت صافي مبقيتش غادي نرجعها، غادي نحاول هكا ندخل في هداك الزبيب مزيان، كنفكها هكا بشي فورشيط حتى كتفك ليا كاملة وكيدخل في هداك الزبيب. من بعد ما كتبرد ليا هكا شوية كنحاول هكا نخدمها بيديا كيف ما موضح ليكم. صافي هنا كنتو غادي تقدموها كتقدموها مباشرة، ما كنتوش غادي تقدموها ديك الساعة كتغطيو عليها هكا بالسلوفان أو شي بلاستيكة باش كتبقى ليكم سخونة. صافي هنا أنا وضعتها هكا في الطبسيل وخديت هنايا اللوز كونكاسي أو كوكا كونكاسي اللي متوفر ليكم، كتزينوا بداكشي اللي متوفر عندكم. صافي هنا من بعد ما كندير كاوكاو هكا من الفوق كناخد القرفة وكنبدا كندير هكا خويطات من الجناب كيجي واحد المنظر اللي رائع بزاف. وبالنسبة للتزيين كيف ما قلت لكم كتبقى يعني على حساب كل وحدة كتزين كيف ما بغات وكتفنن كيف ما بغات. انا هنا شاركت معكم الطريقة ديالي في التزيين، كنعطيكم يعني مجرد افكار وكتبقى يعني كل وحدة والطريقة ديالها. صافي كنستمر بنفس الطريقة كندير هاد الخويطات هكا ديال القرفة حتى كنزين السفة ديالي كاملة بنفس الطريقة. وكيف ما لاحظتوا معايا ان السفة راه جات يعني ناجحة، جات حبة حبة، ما جاتش معجنة نهائيا، بالرغم من ان النوعية ديال السفة اللي استعملت راه ماشي شي نوعية جيدة. انا كتعجبني ديك السفة الصراحة اللي كتكون رقيقة بزاف، هادي سخرتهم جابوها ليا غليظة شوية وبالرغم من ذلك يعني نجحت ليا وجات رائعة. صافي هنا من بعد ما درت القرفة كناخد داك الزبيب، ما صورتش لكم كيفاش عسلته، نسيت صراحة ما صورتوش لكم. من بعد ما طاب ليا الزبيب درت ليه السكر والقرفة ونشفته مزيان حتى تعسل بهاد الطريقة. صافي وكنهز بيه الملعقة وكنوضع في ديك الأماكن اللي فارغة ما بين خويطات ديال القرفة. صافي بهذا الشكل هذا كيجي واحد المنظر اللي رائع وبريستيج، كفكرة هكا تقدموه للضيوف ديالكم، كتجي سفة اللي رائعة وبنينة بزاف. غير جربوها وشاركوا معايا الآراء ديالكم في صندوق التعاليق. وهنا كنكونوا وصلنا لنهاية ديال الفيديو، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتشجيعات ديالكم اللي كتحفزني بزاف بزاف وكتخليني نستمر نصور لكم المزيد من الوصفات السهلة والبسيطة والناجحة. وهنا كنكون وصلنا لنهاية ديال الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع وصفة جديدة، ومع السلامة.